السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم احلى عيلة في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو انت مش مشتركة في القناة، وفعلي زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلي اشعار بيكي. ولو انت جديدة عندي سيبيلي تعليق عشان ارحب بيكي. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة، فيديو محمود وسحر. محمود عامل مفاجأة كبيرة جدا جدا لسحر. فهو طالع وعامل ستوري من شوية وقال يا جماعة اختاروا معايا، انا مش عارف اجيب لها ايه. بعيد عن الذهب، محدش يقول لي اجيب ذهب لان جبت ذهب كتير كتير كتير. ربنا يوعدنا يا رب ويوعد الجميع يا رب. فبيقول فكروا معايا، ففي الاخر اقترحت عليه سحر. قالت له على اقتراح فوافق هو. فان شاء الله عايزين بقى نشوف المفاجأة الجامدة ديت. انتظروا جدا المفاجأة اللي هينزلها. وناس كتير قالوا له وديها تعمل عمرة. ناس كتير قالوا ودوها تسافر تركيا بمناسبة الحفلة. فهو ان شاء الله اهتم جدا جدا بالقناة بتاعته اليومين دول عشان خاطر يجيب ال2 مليون، لان قناة محمود لسه ما عدتش برضو زيهم زي اخواته، زي حمدي ووفاء 7 مليون. حوارات 3 مليون. محمود بقى ان شاء الله ربنا يكرمه وينزل فيديوهات اكتر، لان اصلا الناس حباهم، فكل ما ينزل فيديوهات كل ما المشتركين تكتر عنديهم ويكمل باذن الله ويكمل ال2 مليون. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، وتعال نتوقع انه محمود هيجيب ايه لسحر. محمود قال ناس كتير قالت له هات شوكولاته. ناس كتير قالت له هات ورد ومش عارفه ايه والجو ده. هو لا، بيقول انا عايز يجيب حاجه قيمه، عايز يجيب حاجه يعني بعيد عن الذهب. انا معطل. فقال بعيد برضو عن العربيه، لان العربيه اللي هو راكبها اصلا بيقول دي باسم سحر. يعني ناس كتيره ما تعرفش الموضوع دوت. هو طالع النهارده بيقول العربيه من يوم ما جابها وهي باسم سحر. فهو توقعاته يعني طالع وعامل ستوري بيشور الناس ان اعمل ايه اجيب ايه. فاقترحوا عليه في كمية تعليقات كتيرة جدا جدا جدا، دخلوا عليه وقالوا له وديها عمرة، واللي قال له سفرها تركيا، واللي قال له واللي قال له واللي قال له. فاحنا عايزين بقى، هي سحر كانت عايزة ايه؟ فهو في الاخر اقتنع بكلام سحر. اقتنع بكلام سحر وراح قال لها خلاص انا اقتنعت بالرأي بتاعك. فعايزين نشوف سحر قالت ايه، يا ترى عمرة ولا تركيا ولا ايه. هو قالوا بعيد عن الذهب وبعيد عن الشوكولاتات والورد والجو ده خالص. فعايزين عايزين نعرف سحر اختارت ايه وقالت ايه، يعني انها عايزة الهدية بتاعتها ايه. هو عامل لها مفاجأة كبيرة. يا رب ربنا يسعدهم يا رب ويهنيهم. بصوا، دول اجمل عيله واجمل ناس، انا من عشاقهم، انا بحبهم جدا. انا اول ما اصحى من النوم بجري جري اتفرج عليهم. ناس محترمين جدا جدا جدا. عقبال يا رب حمدي ووفاء لما ينزلوا مصر كده ويكملوا الفرحه بتاعتهم. عايزين بقى ايه، تبقى عيله جامده كده ونفرح. والله انا بفرح زي ما هم بيفرحوا، انا بفرح لفرحهم بجد. اي حاجه بيعملوها انا بكون فرحانه بجد بجد وبص بكون مبسوطه جدا بفيديوهاتهم. فمحمود ان شاء الله يهتم بفيديوهاته ويحاول ينزل فيديو كل يوم كل يوم عشان ربنا يكرمه ويعلي الريتش بتاع القناة بتاعه. هو الريتش مش نايم، بس عشان خاطر يعدي ال2 مليون ويوصل ان شاء الله ربنا يكرمه وينزل فيديوهات. لان هو اصلا الايام اللي فاتت دي كان كانش بينزل فيديوهات كتيرة جدا. كان مشغول في العيد الاضحى والمذبح والكلام دوت، كان مشغول فيهم جدا. كان مشغول في حاجات كتيرة. ساب القناه بقى كل اسبوعين ينزل له فيديو، كل اسبوعين ينزل له فيديو. فلا كده، لا انت نزل كل يوم كل يوم كل يوم، وربنا يكرمك ان شاء الله وتكمل ال2 مليون ونحضر الحفله بتاعه ال2 مليون بتاع محمود وسحر. بجد من اجمل القنوات جدا جدا، اجمل ناس واجمل عيله. بجد ناس لطيفه قوي قوي قوي. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو عشان انزل لكم بقيه الحكاوي بتاعتهم وبقيه فيديوهاتهم الجميله. وفي فيديو برضو نازل محمد وآلاء عاملين ستوري جامد جدا، كانوا عاملين دويتو مع بعضهم بيغنوا كده اغنيه لذيذه قوي. كنت هعملها لكم على الفيديو دوت، بس قلت لا اعملها لكم فيديو مختصر. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. باي باي.